ده اكتر موبايل مجنون انا جربته في حياتي بجد. انت مش عارف الموبايل ده يقدر يعمل ايه. لو كل الموبايلات هنا فالموبايل ده هناك فوق كده، واللي عاملاه شركه غريب عليها الموضوع ده، خلي بالك يعني مش على طول كانوا بيعملوا كده. الشركه دي هي اوبو. الموبايل اللي معانا النهارده هو الاوبو فايند اكس 9 برو الجديد، وجايب لك معاه كيت التصوير بتاعته من هاسلبلاد. الموبايل ده بيركب عليه مدفع، والله انا بكلمك بجد مش بهزر، يعني في مدفع بيركب على الموبايل ده. فانا عايزك تجهز الفيديو ده عشان انت هتشوف حاجه لاول مره تشوفها على اليوتيوب العربي، يعني ممكن يكون اول فيديو في الوطن العربي كله للموبايل. فاعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك اتمنى، وسبسكرايب لو اول مره تشوفني على اليوتيوب وعايز تشوفني تاني. من غير كلام كتير يلا بينا نفتح العلب دي كلها ونشوف الموبايل مع بعض. هنفتح مع بعض كده، بسم الله. العلبه باللون الابيض، اول ما تفتحها من جوه تلاقي علبه ثانيه، والعلبه دي موجود فيها شويه ورق ولا حد بيقرب لهم ولا حد بيقراهم، مالناش دعوه بيهم. ومعاك جراب سيليكون مش شفاف لونه ابيض لذيذ جدا، بحب الجرابات دي، اشيك بصراحه من الجرابات الشفافه اللي بتصفر منك مع الوقت. معاك كمان راس شاحن سريعه بسرعه 80 واط، طبعا مكتوب عليها سوبر فوك، الشاحن السريع بتاع اوبو. ومش بس كده، كمان انت معاك كابل شحن في العلبه، ودبوس السيم كاردز موجود جوه هنا كده في المكان ده. دي محتويات العلبه، محتويات علبه كامله. طبعا انا بحترم ده جدا في الشركات بصراحه اللي لسه بتقدمها، خصوصا ان ده موبايل فلاج شيب وغالي. يعني في الغالب الشركات بتفضل انها ما تحطلكش حاجه في العلبه، انت راجل معاك فلوس فهتدفع بقى جراب وشاحن وبتاع. لا هم هنا حاطين لك كل حاجه في العلبه. عايز اقول لك كمان بجانب ان الموبايل ده بيدعم شحن سريع 80 واط بالكابل، فهو بيدعم شحن وايرلس بسرعه 50 واط. ايوه الموبايل ده فيه شاحن وايرلس عادي جدا، سرعه كويسه جدا. 50 واط ده يعني اسرع من الايفون 17 برو ماكس بالكابل، واسرع كمان من سرعه شحن السامسونج اس 25 الترا بالكابل. طيب ما تيجوا كده نفتح الكارثه اللي معانا دي. مكتوب عليها هنا كده اوبو فايند اكس 9 برو. الكيت دي على فكره مش بتيجي مع الموبايل، فخلي بالك انت هتشتريها منفصله يعني لو عايزها. مكتوب هنا اوبو هاسلبلاد تيلي كونفرتر كيت، الاسم الرسمي بتاعها يعني ميك يور مومنت مش عارف ايه، عاملين لك يعني تغليف. هنا بقى ايه، نبدا بقى الكلام يحلو. بص يا سيدي، انت عندك هنا 3 علب. العلبه دي سيبك منها، ما فيهاش غير شويه ورق، يعني لو فتحناها كده بص كتالوج، يعني انت سيبك منها، لكن انا ما سبتنيش منها. انا فتحت الكتالوج ده لان انا كان اول مره اجرب الموبايل يعني، فمش عارف ازاي اشغلها مثلا او ازاي اركبها، فاهم؟ فانت تشوف الفيديو ده محظوظ يعني هتعرف عادي، مش محتاج تقراها. شفت انا بوفر عليك ايه؟ انا بوفر عليك قرايه. نشيل بقى دي كده. هنا كده هتلاقي الجراب اللي هيركب عليه كل الشغل بقى اللي هنشوفه كمان شويه. جراب خامته كويسه جدا، في ماك سيف هنا، او يعني اللي هو حاجه شاحن وايرلس بيدعم وايرلس تشارجر وبتاع، وينفع تشبك عليه اي حاجه بماجنت، مثلا ستاند زي ده يشبك عليه عادي جدا، واي اكسسوارز ثانيه. بص يا باشا، دي العده اللي هتحوله لك لوحش حرفيا. معاك في العلبه دي العدسه او المدفع اللي هيركب على الموبايل ويحوله لك لكاميرا بروفيشنال، هيروح في حته ثانيه خالص معاك الموبايل. وعدسه على فكره خامتها كويسه يعني من المعدن وبتاع، يعني نفس العدسات اللي بتركب على الكاميرات اللي قدامي دي اللي انا بصور بيها الفيديو دلوقتي. ومعاك كمان الماونت اللي هيركب على الجراب عشان يركب عليه العدسه دي. واخيرا معاك زي حاجه كده تركب على العدسه عشان لو عايز تربطها في اي ترايبود من تحت، بس مش هتحتاجها يعني في الغالب. هتجيب الموبايل تحط عليه الجراب ده، وبعدين تركب عليه الماونت بالشكل ده بحيث انها تنزل على الكاميرا التليفوتو هنا. وبعدين هتجيب العدسه اللي وريتها لك من شويه، المدفع دي، تفتحها كده زي ما انت شايف كده، ليها كفر حتى زي العدسات البروفيشنال اللي بنشتريها للكاميرات. ودي العدسه بالشكل ده كده. هتلاقي بقى نقطه هنا كده لونها احمر، ونقطه هنا لونها ابيض، هتوصلهم ببعض كده عندهم، وبعدين تلف. تسمع بقى صوت التك ده، اسمعه تاني كده. بص اسمع تاني كده. هي دي اول ما تسمع التك دي كده معناها انها ركبت يا باشا. بقى عندك مدفع، ما عندك مدفع عزيزي المشاهد. بص عامل ازاي. لا بجد ايه ده، حد يرد عليا يعني ازاي في موبايل كده تحفه، اقسم بالله تجربه عالميه. ايه ده، انا مش فاهم يعني. انت هتفهم دلوقتي، هتشوف الموبايل ده في قدرته يعمل ايه. احسن من الكاميرا اللي انا بصور بيها الفيديو ده. الموبايل ده من الاخر يقدر يعمل زوم لحد 200 اكس يا جماعه بالعدسه دي. فبصراحه باكج ممتازه لاي حد بيحب التصوير، هتتبسط صدقني. بس استنى احنا هنجربها كمان شويه، خليني بس اكمل لك كده شويه المواصفات الخارقه اللي في الموبايل ده. عامه لو عايز تشيل العدسه يعني في زرار هنا كده زي الكاميرات برده، تقوم ضاغط عليه كده وتلفها تتشال. وبعدين لو عايز تفك الماونت ده برده هنا في سهم كده او سلايدر، تضغط عليه وتسحب لفوق. هو العدسه كانت بتجري هنا، ماشي تمام شكرا. ونشيل بقى الجراب ده كده. موبايل شكله حلو شيك، شكل الكاميرات حتى مميز جدا. هنا عندك كاميرا تيليفوتو قد العجله حرفيا، بص عامله ازاي، 200 ميجا بكسل الكاميرا دي على فكره، هنتكلم عليها كمان شويه. وهنا كده اللوجو بتاع هاسلبلاد، والمربع بتاع الكاميرات نفسه بارز شويه، في حلقه فضي كده لذيذه جدا. والموبايل بقى لونه ابيض كريمي كده، حلوه كريمي دي والله بحب التسميات دي بتعجبني. المهم يعني ان اللون هنا ابيض لذيذ شكله حلو، ظهر ازاز. عندك هنا الفريم من المعدن، فريم نظيف جدا. والفريم بتاع الموبايل ده فيه شويه زراير زياده عن اي موبايل تاني في العالم. على الشمال هنا كده هتلاقي السناب كي، زرار كده موجود زياده فوق هنا، والزرار ده حرفيا جوكر، يعني تقدر تخليه يعمل اي حاجه. انا مثلا مخليه لما اضغط عليه يعمل الموبايل ده سايلنت او يفك السايلنت وهكذا يعني. ممكن طبعا تحولها لحاجات كتيره جدا في السيتنجز جوه. تدخل هنا كده هتلاقي السناب كي ليه انيميشن معين ومش عارف ايه، يعني مثلا لما تضغط عليه ممكن ينور لك فلاش، ممكن لما تضغط عليه يسجل صوت. حلوه قوي دي، يعني ممكن تسجل لاي حد مجرد ان انت تضغط على الزرار ده. وليه استخدامات ثانيه كتير جدا ممكن تحددها. ده السناب كي. ايه تاني يا حكيم؟ عندك
عندك هنا كده الناحيه الثانيه، الفريم من الناحيه دي هتلاقي عندك هنا الكويك بutton، واللي هو عامل زي الكاميرا كنترول الموجود في الايفون بالملي. هو نفس الفكره، اوبو عملوه بعد ما ابل عملته على طول بصراحه. الكويك button ده ما هو الا شطر، زرار شطر في الموبايل بتاعك زي الكاميرات البروفيشنال، زي الزرار بتاع الشطر اللي بتصور بيه، تعمل كليك كده، الزرار ده موجود عندك هنا، دبل كليك عليه مثلا يفتح لك ابلكيشن الكاميرا، تضغط عليه كليك يصور، يبدا يصور صور زي ما انت شايف كده. تقدر تعمل منه زوم كمان، هو في تاتش يعني، فتقدر تعمل منه زوم ان وزوم اوت بالطريقه دي. وعلى فكره احسن وحاسه اسلس من قبل كده، يعني الجيل اللي فات كان بيعلق شويه، الجيل ده اسرع كتير، فعملي جدا، تقدر تعتمد عليه وانت بتصور يعني، وتعمل زوم وهكذا. ميزه كويسه جدا الصراحه، وفي هابتك حتى حلو قوي لما تضغط عليه بتصور قشطه، بحب الافتكاسات دي. ومن تحت عندك مدخل شحن تايب سي ومدخل السيم كوردز والسماعات. قبل ما اكلمك على الشاشه لازم اقول لك على حاجه اجمل. بص يا صاحبي، الموبايل ده فيه اعلى بطاريه انت هتسمعها في اي موبايل في العالم. اعلى فلاج شيب سمعته قبل كده كان كام؟ 5000، 5500، طب 6000، طب 6500، طب 7000. اقول لك على حاجه، الموبايل ده بطاريته 7500 ملي امبير، اعلى بطاريه وسط اي فلاج شيب في العالم. مفيش فلاج شيب اصلا منافس للبطاريه دي. طبعا بطاريه السيليكون كاربون، التكنولوجيا الجديده اللي بقوا يستخدموها الشركات الصينيه، تعمل لك بطاريه حجمها صغير وسعتها كبيره، فتلاقي 7500 عادي في موبايل سمكه مش كبير. الموبايل سمكه 8.25 ملي ووزنه 224 جرام، فهو ولا تقيل يعني للواو، ولا هو حتى تخين للدرجه، هو موبايل طبيعي جدا ولكن ببطاريه كبيره عن اي منافس. على سبيل بقى القوه وكده، الموبايل ده واخد شهاده الاس جي اس دروب ريزيستنس، فالموبايل ده انت تقدر توقعه عادي جدا من غير ما يحصل له اي حاجه، ولكن ده موبايل سعره غالي، فانا بصراحه مش عايز اجرب يعني. انا بس بقول لك ان الشركه بتقول لك عادي، المفروض ان هو يقع منك عادي ويستحمل، تمام، مقاوم للصدمات من الاخر. تعالى برضو اكمل لك على حاجه كمان جميله جدا بالنسبه للخامات. الموبايل ده جاي بثلاث معايير امان، هما الاي بي 66 واي بي 68 واي بي 69. الموبايل ده عادي جدا ينزل تحت الميه ويصور تحت الميه، في هنا مود الاندر ووتر موجود، تقدر تصور اي حاجه تحت الميه من غير ما يحصل له حاجه. تعالى نتكلم على شاشه الموبايل، التحفه الفنيه الصراحه. زي ما انت شايف كده، البيزلز صغيره جدا، حواف الشاشه صغيره، تحس انك حرفيا ماسك الشاشه في ايدك. الحواف هنا ملي وحاجه يعني، فاهم، في حاجه بسيطه جدا وكلها متساويه، سيمتريه، ديزاين حلو، هول بانش في نص الشاشه. شاشه الموبايل كمان الوانها ممتازه، هي LTPO AMOLED، والTPO يعني من 1 ل 120 هرتز، فالموبايل ده بيقدر يقل ل 1 هرتز، فده معناه انه يوفر معاك البطاريه اكتر اللي هي اوريدي 7500. فالموبايل ده فعليا بيخش معاك اليوم الثاني عادي يعني، ده الطبيعي اصلا، اللي مش طبيعي انك تخلصه في يوم واحد، وده مش هيحصل تقريبا. مستوى سطوع الشاشه ده هو مش الاعلى، خلي بالك، هو 3600 نتس، ده البيك برايتنس بتاعه، وده مش اعلى رقم سمعناه في الفلاج شيبس، ومش اعلى رقم عامه في موبايلات الفئه المتوسطه مثلا، بس ستيل رقم كويس، وهتشوف الشاشه دي تحت اشعه الشمس كويس. كمان هنا شاشه بتدعم HDR 10 بلس والدولبي فيجن، فهي من الاخر شاشه عالميه كحاجه فلاج شيب يعني، خلاص ما فيهاش غلطه. تحت الشاشه بقى هتلاقي عندك هنا ال 3D التراسونيك فينجر برينت، اسرع بصمه هتجربها في اي موبايل. انت حرفيا بتلمس الشاشه تفتح، تاني بتعمل كده بتفتح، لا تاني كده بتفتح، تاني كده بتفتح، ما بتلحقش حرفيا انك يعني تسيب صبعك على الشاشه، انت بس اعمل كده تفتح على طول، ما بتغلطش ما بتعلقش، فيعتمد عليها جدا بيرفكتو. تعالى اكلمك على المعالج واقول لك ان الموبايل ده جاي فيه اقوى معالج من ميديا تك في العالم، وهو الدايمنستي 9500. المعالج الفلاج شيب بتاعهم معالج 3 نانومتر اوكتا كور، وجاي فيه 16 جيجا بايت رامات مع 512 ذاكره داخليه. الرامات هنا من النوع LPDDR5X، فرامات سريعه، ستورج عاليه، و16 جيجا ده كتير عامه. ومعاك هنا كمان الكالر OS 16 واندرويد 16. ده ينم عن ايه بقى؟ ينم عن الموبايل ده سفاح، انت شوف انت عايز تعمل ايه وهو هيعمله لك. والله بص تعالى كده نجرب تجربه سريعه، نقعد نفتح 60 قبل يعني، بص افتح كده، بص التجربه دي، لا يعني انت فاهم، انا بفتح كذا ابلكيشن ورا بعض، بص انا بفتح الانترنت ومش عارف ايه والبلاي ستور انت فاهم، كل حاجه هنا بتفتح وتقفل بسرعه جدا يعني، وبعدين تفتح ابلكيشنز كتيره ولا يهمك، الموبايل مش هيعلق معاك. بس بصراحه ده الطبيعي، اصل ده فلاج شيب فاهم، فانت معلش لو مش حاطط اقوى معالج في العالم بقى انا مستني ايه؟ وبما انه فلاج شيب فطبعا تعالى نجرب كده ايه الاداء، وبالمره نجرب السماعات برده. علي الصوت كده، اسمع صوت السماعات الاستيريو، الصوت العالي مجسم، صوت سماعه نظيف. موبايلك بيلعب على سموز وفريم ريت الترا اكستريم يعني 120 فريم. شكرا. خش جيم TDM سريع كده نشوف الكلام بيقول ايه. وعلى فكره البطاريه الموجوده في الموبايل ده هي ثالث جيل او الجيل الثالث من السيليكون كاربون باتري، فهو عدى عليها جيلين وده الجيل الثالث، عشان كده زي ما انت شايف الارقام بدات تعلى كمان، وده في مصلحه الناس بصراحه، بقت البطاريات بقت خلاص مش معضله دلوقتي، عقبال قبل ما تستخدمها يعني. قتلت واحد، بص الواد مبيك عليا ازاي، قتلت الثاني اوعى الاربعه ماتوا. واد حكيم عمل ايه؟ عمل بوش عالمي عليهم. الواد دمجني جامد. ابلع. لا 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 لا، حكيم متألق النهارده.
قتلني شكرا جزيلا. عامه اداء الموبايل السريع منه المتوقع صاروخ معالج فلاج شيبس فاهم، فخلاص انت مش مستني حاجه، معاك موبايل سريع جدا. عايزين المشاهد لو بتشتري من على نون دوت كوم اي حاجه فاحنا عندنا اكواد خصم 10% على نون دوت كوم، والتوصيل بيكون مجانا لحد قدام باب بيتك. والاكواد دي حكيم 1 وحكيم 2. الكودين دول شغالين على نون مصر والسعوديه والامارات، يعني اي منصه عادي دخل عليها الكود ده وانت جاي تشتري فهتاخد خصم على المنتج، والتوصيل هيكون مجانا لحد قدام باب بيتك. بس طبعا في حد اقصى للكود ده، فتعمل ايه بقى؟ زي ما بقول لكم على الحوار ده قبل كده، قسم اوردرك. لو انت طالب كذا حاجه اعمل كذا اوردر وحط كود كذا مره تاخد الخصم اكتر من مره، فساعتها تعمل معاك مبلغ حلو. وعايز اقول لك يعني احسن العروض دلوقتي اظن على الساعات السمارت، على السماعات الوايرلس، على الماوسات الكيبوردز، السماعات او الهيدفونز الكبيره دي، في عليها عروض جامده جدا دلوقتي على نون دوت كوم، ممكن تشتريها من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن. وزي ما قلت لك لو تشتري اكتر من حاجه قسم اوردرك على كذا منتج واستخدم الكود كذا مره فتاخد الخصم اكتر من مره. طب ما تيجي نتكلم على الكاميرات بقى. سيستم الكاميرات اللي المفروض الشركه بتبيع بيه الموبايل حرفيا. عندك هنا 3 كاميرات او هم اكشلي 4 كاميرات، وافهمك ليه. مبدئيا كده انت معاك هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني، وفتحه العدسه بتاعتها اف 1.5 واسعه جدا، تصور معاك بالليل حلو قوي، كمان بيدخل لها كميه اضاءه كويسه. مع كاميرا ثانيه الترا وايد 50 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثه تيلي فوتو بمستشعر من سامسونج 200 ميجا بكسل، والكاميرا دي هي المتوحشه اللي بتعمل زوم رهيب وبيتركب عليها العدسه الخارجيه. وركز معايا عشان في كاميرا رابعه بوم اول مره اشوفها في موبايلات اوبو، ولكن شفناها قبل كده في هواوي مثلا. والكاميرا دي هي الترو كولر كاميرا مخصصه او كل وظيفتها انها تلقط الالوان الحقيقيه للشيء اللي الكاميرا شايفاه، فيطلع لك صوره الوانها مظبوطه نفس الحقيقه. عارف انت ما نقول عايز صوره واقعيه، ده بالظبط بيطلع لك صوره واقعيه. صور الكاميرات هنا زي صور الفلاج شيبس بالظبط، صور الوانها حلوه، دقتها عاليه، صور شارب ما فيهاش نويز، مليانه تفاصيل. يعني خلاص انت باين عليك مصور يا اما بكاميرا موبايل غالي يا اما بكاميرا بروفيشنال، شكرا. ما حدش يقدر يفرقهم عن بعض، يعني محدش يقدر يقول مثلا الموبايل ده كاميرته عاديه او لا، هو ممتاز فوق الممتاز بشويه. والفكره ان الكاميرا التيلي فوتو ال 200 ميجا بكسل هنا اللي هي اصلا عاديه خالص، اللي من غير عدسه يعني خارجيه او حاجه، هي بتقدر تعمل زوم لحد 120 اكس لوحدها. وبعدين بعد ال 120 اكس ده الاي اي بيبدا يشتغل كمان ويعالج لك الصوره، فيطلع لك صوره كلير جدا ما فيهاش نويز، which is طبعا مش حاجه واو، يعني هي مش منطقيه ان انت اصلا بتصور 120 اكس بالموبايل، بس قشطه يعني لو عايز تعمل كده فالموبايل ده بيعمل. بس عامه انت في الغالب هتستخدم صور البورتريهات بقى ال 3 اكس وال 3.6 اكس والحاجات دي، هتطلع معاك صور بورتريه حلوه جدا. الموبايل كمان بيصور فيديوهات هنا بتوصل لحد 4K 120 فريم، وده حاجه ممتازه لو انت بتصور بقى سلو موشن وبتاع، و1080 120 فريم برضه، بس 4K 120 دي ممتازه بصراحه لصناعه المحتوى. طب بالنسبه للكاميرا السيلفي، الكاميرا السيلفي الموجوده في الموبايل ده هي كاميرا بمستشعر من سامسونج 50 ميجا بكسل اف 2.0، وكاميرا سيلفي عالميه صورها حلوه جدا. عايز اوريك السيلفي اللي انا خدته بيها برضه الصراحه عجبني قوي، يعني صور شكلها حلو وشكلك فيها حلو بكواليتي كويسه، ولكن دي مش احسن صور سيلفي في اي موبايل على فكره فلاج شيب. يعني انا في رايي في موبايلات ثانيه فلاج شيبس ممكن تطلع صور احسن، ممكن ترجع للفيديوهات القديمه هتعرف. بس اللي عايز اقوله ان الصور السيلفي هنا محترمه قوي، يعني هتعجبك جدا فوق ما تتخيل انت شايف الصور قدامك فاهم. بس انا بقول لك مقارنه بموبايلات الفلاج شيبس دي مش اقوى حاجه، في اقوى منها. والميزه هنا كمان انك لو عايز تصور فيديوهات بقى بالكاميرا السيلفي فلوجات مثلا ولا حاجه، تقدر تصور فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه، which is ممتازه ليوتيوب او حتى تيك توك او انستجرام وكده. ودعني اذكرك عزيزي المشاهد طبعا بحاجه مهمه جدا والله، ان انت نسيت تعمل لايك للفيديو. انا عايزك تعمل لايك حالا، عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك، والله هتنبسط فوق ما تتخيل. يعني هعمل لكم فيديوهات من دي اكتر فاهم، وتخليني اجيب موبايلات بدري اكتر وهكذا، فاعمل لايك. انت فاكرني نسيت اركب العدسه ولا ايه؟ تعالى يا باشا هنركب له الجراب اللي جاي معاه في العلبه الجديد، وبعدين تركب الماونت بالطريقه دي. عيش بقى تجربه التصوير الاحترافيه، وبعدين توصل العدسه بالشكل ده. زي ما قلت لك في نقطه حمراء هنا كده مع نقطه بيضاء، توصلهم عند بعض وتلف، تسمع صوت التكه اعرف انه اشتغل. طبعا هيبقى الشكل الغريب اللي معاك ده زي ما انت شايف كده، حاجه تحفه الصراحه. وبعدين تفتح ابلكيشن الكاميرا، ومن جوه ابلكيشن الكاميرا تيجي كده يمين خالص عند مور، هتلاقي في اوبشن كده في السوفت وير، اوبشن اسمه هاسل بلاد تيلي كونفرتر. كده التيلي كونفرتر ده او العدسه دي شغاله، تقدر تصور بيها حرفيا زي ما انت عايز. عايز اقول لك الكاميرا هنا دلوقتي تقدر تصور لحد 200 اكس، 200 ضعف اللي انت شايفه بعينك. انت فاهم حاجه؟ 200 اكس زوم. انت فاهم اللي انا بقوله؟ يعني تعالى اديك مثال كده يعني على الصور اللي بتطلع الجميله، بس طبعا مش ب 200 اكس، مش للدرجه دي. انا مثلا عندي حاجه هنا بعيده كده، خليني احاول ان انا ايه ارصدها لك بالكاميرا دي واوريك كواليتي الصور طالعه عامله ازاي. وتعالى بقى اشيلها خالص واوريك الصوره من غيرها عامله ازاي. بصوا كده يا جماعه الثلاث صور دول، ده الصوره من مكاني حرفيا، ده اللي عيني شايفاه. دي الصوره ال 40 اكس يا جماعه، بص الكواليتي عامله ازاي. انا شايف تفاصيل جوه حرف الايه، انت فاهم؟ 20 اكس ودي 10 اكس بالكاميرا. بص كده، بص التفاصيل عامله ازاي يا جماعه. بصوا الوان الكاميرا عامله ازاي. مستحيل تقول ان دي متصوره بموبايل، مستحيل. هي دي متاخده بالموبايل مع العدسه بتاعته.
الكيت لينس اللي بتتباع لوحدها من هاسلبلاد دي، طبعا بالتعاون مع اوبو يعني. فخليني اقولها لك بصراحه، انت لو راجل مهتم قوي بالتصوير وعندك الموضوع ده انت مهووس بيه وعايز تصور صور من بعيد كده وتاخد صور بقى بورتريهات جامده، راجل فوتوغرافر يعني مش عايز كاميرا بروفيشنال وعايز تشتغل بموبايلك، انا شايف ان الموبايل ده ممتاز ليك، خصوصا ان بطاريته كمان 7500، فهي حتى هتسعفك في التصوير والبطاريه مش بتخلص بسرعه فاهم. وبعدين لو هتفصل هتشحنها بشاحن سريع 80 واط، فالميكس ده حلو قوي للفوتوغرافرز والفيديوجرافرز. والاجمد بقى كمان ان انت لو ليك في الالعاب فالموبايل ده جاي فيه اقوى معالج في العالم، حرفيا الموبايل ما فيهوش يعني اي تضحيه. طيب بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه تخص الاوبو فايند اكس 9 برو ده، خليني اقول لك بقى ان سعره لسه ما اتصورش رسمي لحد وقت تصوير الفيديو ده، واول ما يتصور رسمي هكتبه لك تحت في اول كومنت على الفيديو ده، فانزل شوفه لو اتكتب يعني خلاص. ولكن متوقع جدا ان سعر الموبايل ده هيكون في حدود ال $1000، 1000 وشويه، 1050 ولا حاجه، نفس سعر الاس 25 الترا مثلا. وعايز اقول ان حتى سعره الرسمي اللي هيتعلن بيه ده هو هيتباع بارخص منه بعدين، فيعني اي موبايل اندرويد اول ما بينزل بيبقى غالي من الشركه، بيتباع بسعر الرسمي غالي، ولكن بعد اسبوع 2 شهر 2 بيبدا يتباع في المحلات بسعر ارخص كتير، 100 $200 كمان اقل. فيعني ما تتسرعش دايما تشتري موبايل اول ما ينزل الا اذا انت عايزه ضروري دلوقتي، وساعتها استفاد من البري اوردر، يعني الحجز بتاع الموبايلات ده بيبقى معاه هدايا كتير، فتعوض فرق السعر ده وهتبقى يعتبر كسبان يعني. طبعا الموبايل ده اول ما ينزل رسمي كده هتلاقيه موجود في حكيمو ستور في مصر، لو انت عايز تشتريه باحسن سعر في مصر انزل دلوقتي حالا كلمه على الصفحه موجوده تحت في الديسكربشن دلوقتي، اللينك صفحه الفيسبوك حكيمو ستور. وانا مبسوط جدا براي الناس في الستور، مبسوط جدا في تجربه الشراء اللي بتعجبكم، شايف الناس اللي اشترت كانوا مبسوطين وراضيين عن التجربه ومطمنين، ودي اهم حاجه يعني. دي الفكره اصلا اللي بنينا عليها فكره الستور ده، ان انا عايز مكان موثوق منه انت تشتري وانت مطمن مغمض عينك كده تدفع الفلوس وانت عارف انك هتاخد منتج اصلي عليه ضمان، حتى لو ما كانش عليه ضمان مصري وكنا جايبينه لك من بره احنا هنديك ضمان من المحل. انا رايي ايه؟ انا رايي ان الموبايل ده بجد سفاح يعني. اوبو عملت موبايل مجنون، انا بصراحه زي ما قلت لك في الاول انبهرت من شركه اوبو انها تعمل حاجه زي كده. انا ما جربتش قبل كده فوتوغرافر كيت من اوبو خالص، جربتها من فيفو كانت حلوه جدا في الاكس 200 الترا، وكمان جربتها في الاكس 300 برو، وجربتها من شاومي بس شاومي ما كانش عندهم العدسه. بصراحه كتجربه اوليه لموبايل اوبو فيه العدسه دي انا اتبسطت، كانت مريحاني، كانت بسطاني فاهم. موبايل يعتمد عليه في التصوير جدا بصراحه، وبيئه من غير العدسه خلي بالك يعني، من غير العدسه لو انت انسان طبيعي هتصور صور ممتازه بالموبايل ده. انا بقول لك اصلا الموبايل لوحده بيصور 120 اكس زوم عادي. بس دي كانت كل حاجه تخص الاوبو فايند اكس 9 برو الجديد. زي ما قلت لك ده اول فيديو في الوطن العربي كله للموبايل ده، فادعم المحتوى ده بعمل لايك دلوقتي، سبسكرايب للقناه، الحاجات دي بتبسطني وبتساعدني اكمل يعني. وبس انا مش معاكم، مش كبير ولا كان اخر فيديو جديد. بيس.